لحظة، اللي على الجنب هو طبيعي ولا اسفنج؟ لا طبيعي، حقن دهون وسويت عملية إزالة الدهون قدام كل الناس. طب أنت كنت تحط اسفنج؟ لا ولا مرة حطيت اسفنج ولا بأردافك؟ مرة، بس كنت ألبس اللي هو مشد لأنه زاد وزني فطلع لي بطن، طلع لي كرش. نعم. فكنت ألبس اللي هو مشد عشان يصغر البطن، الخصر. فلما يصغر الخصر تبين الأرداف بعد أو الجوانب أكثر كيرف ممكن. كنت تشوفي التعليقات والتنمر اللي كان يوصل يعني كتب ما عنك؟ يأثر فيني 1%، لأن أنا لما أقول لك أنا أحب نفسي في جميع المراحل اللي مريت فيها، أنا ما أمزح، ما أقول كلام. يعني بفترة من الفترات مروة كانوا يقولوا مروة راتب وكانوا يقولوا داليا نعيم بالعراق، يعني الشكلين هن قراب لبعض، حتى الناس كانت تقول مروة راتب ولا داليا نعيم، لا داليا لا ده مروة راتب، يعني كان في لغط صار فيه. شكل نهائيا مختلف عن داليا نعيم نهائيا. لكن الناس كلها اللي كانت تتكلم سواء اللي عاجبه او مو عاجبه يتكلمون من باب منهم مثل ما انتم بتقولوا بده يتسلق على ظهري، بده ينشهر على كتافي ويطلع ترند، هاي كل القصه. بس خليني اقول لك معلومه او حقيقه راح تصدمك. ليش انا الاعلى اجرا في اعلانات العيادات؟ لان البنات قد يكونون نفسهم اللي ينتقدوني هم نفسهم اللي يصيرون يسوون نبغي نفس قصة جسم مروة راتب، بس قد يكون بمعايير أقل، لكن هي نفسها قصة الكيرف، يبون صورتي نبغي نفس صورة مروة راتب عند العيادة اللي أنا فيها والدكتور اللي أنا عنده. بسبب هذه الأعداد الكبيرة وكلها موثقة في السيستم موجودة بأوراق، بسبب هاي الأعداد الكبيرة، يعني أنا اللي أبغي أقول لك إياه أن الناس اللي كان عاجبه واللي مو عاجبه الكل كان يتكلم بهدف أنه يبغي يطلع ترند. لكن أنا في النهاية كنت حابة شكلي في هاي المرحلة، وكنت أشوف أن هذا التوقيت الصحيح، ونفس ما قلت لك حتى في مهرجان كان السينمائي في فترة من الفترات سووا اللي هو الثيم أن الفكتوري القديم اللي يكون فيه أيضا الكيرف على الجوانب. يعني أنت اللي خربتي أجسام بنات العالم العربي؟ بالعكس أنا اللي جملت أجسامهم وكلهم راضين. بس ما أنت رجعت شلتي ورجعتي لأن صار أنعم شكلك وأحلى. قلت لك في ذاك الوقت كان يعني هذه الهبة وهذا الترند. ليش غيرت بقناعتي التامة والشخصية. كان في ذاك الفترة هالشكل حلو، مثل ما تتغير الموضة. قبل كان المكياج اوفر والحواجب كانت خط رفيع. زين تغيرت الموضة، ليش الحين ما تسوين حواجبك خط رفيع؟ لأن الموضة تغيرت. الحين تغيرت الموضة، فرحت قبل سنتين سويت عملية شفط ثانية، شفط فيها كامل الجسم، أعدت ترتيبه وصورت للناس لايف.